سلام بنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وبالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، ويلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. ونتمنى كذلك هذا الروتين ينال اعجابكم. وبالنسبه للبنات اللي اول مره تكتشفوا القناه او لا اول مره يتفرجوا فيا، ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس، باش ان شاء الله اي حاجه كنصورها او لا كنحطها تكونوا نتوما الاولين اللي كتوصلوا بها. واكيد التعليقات ديالكم على الروتين واش عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات، باش نتشجع نبدا نصور لكم مزيد ديال الروتينات. والدعم ديالكم بلا لايك. وهنا البنات كيف ما تيبان لكم بديت معكم من الروتين من الصباح. فهنايا درت البيض مع قزبر ومعدنوس، بعد ما قطعتهم مزيان. شويه البزار، شويه الكمون، مليحه، وتنبقى نطرب مزيان حتى تيتجانس داك البيض مزيان مع دوك التوابل اللي درت. من بعد غادي ندير المقله فوق البوطه وندهنها بشويه ديال زويته العود. ممكن البنات ديروا الزبده، ممكن ديروا بالنسبه لي ما تجيش عليه الريحه ديال زيت العود في الماكله، ممكن ديروا حتى الزويته الروميه. فانا بعد ما درت شويه ديال الزيت غادي نخوي واحد الكميه ديال داك البيض، اللي بيشكل ليا ديك الدائره، ونخليها طيب بالمهل ديالها. من بعد غنحط عليها الفرماج، المكعب، دوك المربعات ديال الفرماج، ساندويتش، و الكاشير مقطع طريفات صغارين. البنات ماشي دائما هذا هو الفطور ديالي، غير هذا الصباح شويه كاين واحد شويه ديال النشاط، اختكم فايقه شويه بكري، فقلت علاش لا دائما تندير داك الفطور المدربز، مره تيتقاد مره من هنا مره من هنا. قلت علاش لا اليوم ما صراحه فاش تنكون فايقه وكاين داك شويه ديال النشاط وداكشي تندير شي روتوشات هكا باش يبان الفطور مغاير. اما الى بعض المرات كيف ما قلت لكم، اما بعض المرات اخرى تتفيقي ما شابعه نعاس مزروبه تتمغى ديال الكوزينه باقي تتحكي في عينيك. المهم هنا البنات بعد ما درت الكاشير والفرماج كيف ما بان لكم، غادي نخلي البيض تيطيب من الفوق مزيان. بعد ما طاب البيض مزيان كيف ما تيبان لكم البنات، خليته طاب من من داك الفوق ما بقاش. من بعد غادي نجمعهم وغادي نبدا نلويه بهذا الشكل هذا. حاولوا البنات ديروا شي مقله اللي تكون ما كتلصقش. واخيرا هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديال البيض، تيجي بهذا الشكل هذا. وهنايا بعد ما جمعت الدار، غسلت الماء، المهم داك التنظيف، داك الروتين المعروف في الصباح تنديروه ديما. من بعد غندوز ديريكت للغدا اللي غادي ندير فيه ان شاء الله غير الدجاج في الفران. فبالنسبه للشلايض، بالنسبه للشلاضه عفوا اللي غندير ديال الفلفله، كيف ما تيبان لكم تنشوي الفلفله فوق العافيه. فهنا بالنسبه للدجاج كيف ما تيبان لكم قلت لكم غادي نطيبو ان شاء الله في الفران. هنايا عندي الدجاج بعد ما غسلته مزيان، وعندي في التوابل الكمون، بزار، زعفران، تحميره، وسكنجبير، وعندي 4 الفصوص ديال الثوم، ربع حامضه مصيره، قزبر ومعدنوس بعد ما قرطهم مزيان، الموطارد وزبيده العود. فهنايا غادي ندير الموطارد تقريبا 2 معالق كبار ديال الموطارد، وغادي نضيف لهم توابل. عندي هنا خرقوم، كمون. البنات هاد التتبيله تجي فنه غزاله مع الدجاج، تجي فنه فنه. البزار تقريبا، البزار وكمون تقريبا 4 معالق صغيره، سكنجبير،
هنا البنات قطعت يعني هذا، يعني قطعت الفيديو تا بالنسبه للسكنجبير والتحميره، يعني درتهم بكميه كثيره، تحيت لهم كاع داك هذاك اللي تيهبط بشويه باش يخرج كتير. وغادي نضيف ليه قزبور ومعدنوس مقرطين، الثومه بعد ما حكيتها، وربع حامضه مصيره غادي نحيد ليها فقط داك اللب ديالها. هنا البنات ما درتش الملحه حيت الحامض يعني مالح، يعني عندي هذا المصير مالح بزاف، ما غاديش نضيف الملحه. ومن بعد تندير زويته العود، وغادي نبدا نخلط مزيان هاد التتبيله مزيان حتى تيتجانسوا المكونات مع بعضياتهم. ممكن البنات تضيفوا هذه الحرور اولا الهريسه، ديك الحامضه تجي زوينه. هنا انا ما كانش عندي ديك الهريسه، كذلك كتعطي واحد البنه رائعه لهاد يعني الدجاج. فانا بعد ما خلطت مزيان ديك التتبيله غادي نبدا ندهن الدجاج ديالي مزيان، ونبدا نحطو في اللاطه اللي غادي ندخل للفران. من بعد تندهنو بزيت العود كيف ما تيبان لكم، وتنغطيه بابي الومنيوم وتندخلو للفران. اما بالنسبه للفلفله فخليتها تعرقت شويه في بلاستيكه، من بعد حيت لها القشره ديالها كيف ما العاده، يعني كما تندير الفلفله ديال الشلاضه، ودرتها في مقله مع معلقه ديال مطيشه الحك، مطيشه محكوكه، مطيشه وحده محكوكه، قزبر ومعدنوس مقرطين، 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين، جوج حتى 3 المعالق ديال الزيت البلديه، وعندي خرقوم بزار كمون وشويه ديال الملحه، وفي الاخر كنضيف الخل. وهنا كذلك غنصايب واحد الشليضه نرافقها مع الدجاج بصدرنيت ديال الدجاج. فكره يعني البنات الا كنتو بحال يعني حنا في الدار ما تناكلوش بزاف صدر تاع الدجاج، تيبقى ليا يا اما هكا تناخذو تنديرو في الشلايض بحال هكا، او تنعمر به المسمن، او لا علاش لا ممكن ديريه في شاورما وتعمري به الساندويتش ديالك. فهنايا البنات درت عندي هنايا لي بات بعد ما سلقتهم في شويه ديال الماء، وزت لهم عفوا سلقتها في الماء مع شويه ديال الملحه، وضفت ليها المايز و خيزو محكوك، خيزويه وحده محكوكه. وهنا خديت الصدر ديال الدجاج فرتته مزيان هكا بيديا، تيولي الشكل ديالو نيت كيف ما تيبان لكم كي بحال الطون. صراحه البنات تيجي زوين زوين في الشلاضه. هنا البنات ماشي شي شلاضه محدده او لا في بالي زعما وبغيت نديرها، فغير جربتها يعني مولفه تندير هكا صدر ديال الدجاج مع بطاطا وسميتو، فقلت علاش لا نشوف لي بات. كانوا عندي هاد لي بات في حتى هما، قلت علاش ما نجربهاش، وصراحه جات فنه. فبعد ما درت هاد المكونات كلهم ضفت لهم كمون، شويه ديال الكويمينه، وشويه ديال الملحه والمايونيز. ممكن البنات تضيفوا ليها كذلك الزيتون مقطع تجي فنه. وهنايا الشلاضه ديال الفلفله ديالي درتها فوق البوطه، يعني تنخليها حتى تتشحر مزيان وتشحر ديك مطيشه مزيان وتتشرب مزيان داك البلول. وهذا هو الطبق النهائي كيف ما تيبان لكم. درت ديك الشلاضه هكا دايره، وغادي نبدا ندير الدجاج ديالي في الوسط كيف ما تيبان لكم، يعني الشكل ديالو تيجي محمر وزوين، وحتى المذاق البنات تاكد لكم تيجي رائع. ان شاء الله تجربوه ما بقيش يعني تستغناو عليه. وحاجه اخرى يعني ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فقط تديري دوك التوابل يعني تتخشي في الفران ودغيا تصايب. فالبنات وقت ما حسيتو به طاب حاولوا تحيدوا داك بابي الومنيوم، ما تخليوش باش
يعني يتحمر من الفوق كيف ما تيبان لكم، ويجي لكم هاد اللوين هكا. وكذلك الشكل النهائي ديال الشلاضه ديال الفلفله تجي بهذا الشكل هذا. وتما غيبان لكم باللي راه يعني عصرت غير الليمون مع التفاح. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغدا ديالي اليوم. نتمنى ينال اعجابكم ونكون فدتكم بشي حاجه. وهنا البنات جيتكم بواحد المسمن تيجي رائع. كلكم يعني غتعرفوه، يعني مسمن معمر بالشحمه والبصله. بالحق البنات هنا درت البصله ديال الحريف، ماشي البصله العاديه المعروفه يعني اللي تنديرو في المسمن. وقلت علاش لا ما نشارككمش يعني هاد الحشوه هذه اللي تجي فنه ورائعه. ان شاء الله تجربوها وما غاديش تستغناو عليها كذلك. بالحق البنات هاد الفيديو هذا تاع المسمن درتو البارح، وقلت علاش لا يعني ما نلصقوش مع الفيديو ديال اليوم. يعني كفكره للناس يعني منهم نيت انا بعض المرات تتنوضي تصايبي كاسكروس كاع الافكار تيطرو لك من بالك، تدخلي اليوتيوب وتاخدي افكار. يعني نتمنى هذه الفكره كذلك تنال اعجابكم. فهنايا درت الحريف كيف ما تيبان لكم، قطعته شلطته هكا وضفت ليه الشحمه، تحميره، بزار، ثومه وقزبر ومعدنوس. تنخليو هاد المكونات تيتشحروا مزيان. كيف ما عارفين البنات الحريف ما تياخذش الوقت دغيا تيذوب، وصراحه تيجي فن وتيجي المذاق ديالو زوين. خصوصا البنات كذلك واحد الحشوه فايت يعني شاركتها معكم، الحشوه ديال المخمر ديال فيها نيت هاد البصله ديال الحريف والكفته والشحمه تتجي فنه. تنخلي هاد المكونات تيتشحروا مزيان. من بعد تنخويه في شي طبسيل هكا كبير وتنخليه يبرد شويه. وهنايا بعد ما يعني تجنات العجينه ديالتي مزيان وتدلكات مزيان خليتها ترتاحت. من بعد شكلتها على شكل كويرات على الحجم اللي بغيتو. انا هنا درت شويه مسمنات كبارين. من بعد خليتهم كذلك يرتاحوا باش يجيوني ساهلين في الا بغيت نبسطهم بحال هكا. من بعد تنبسط المسمنه ديالي مزيان كيف ما تيبان لكم، تنطلقها مزيان. وتندير الحشوه في الوسط وتنحاول نبسطها شويه. من بعد تنجيب الجوانب البازياتهم يعني كيف طريقه المسمن العاديه، وتنخليوها على جنب ترتاح غير واحد شويه كذلك. وتنبدا ديك الساعه في المسمنه الثانيه بيد ما ارتاحت الاولى. من بعد تنبدا نبسط المسمنه كيف ما تيبان لكم. نحاول ما نبقاش نورك بزاف باش ما نخرجش الحشوه، ونبدا في الطياب ديالها. واخيرا هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن معمر بالبصله ديال الحريف والشحمه. تيتقدم سخون، تيجي البنات رائع، تيجي يعني مخالف تماما المسمن يعني الاخر العادي المعمر يعني بالشحمه والبصله الحمراء اولا البصله العاديه. يعني تتكون واحد اللذه مخالفه على داك الحريف، يعني تعطي واحد اللذه مخالفه على المسمن العادي كيف ما قلت لكم. نتمنى هذا الروتين ديال اليوم ينال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكيف ما العاده بالنسبه للبنات اللي اول مره تيكتشفوا القناه ولا اول مره تيكونوا دايزين وطاحوا فيها، ما تنساوش الاشتراك، تفعيل الجرس باش ان شاء الله اي حاجه تنكون حاطاها تكونوا نتوما الاوائل اللي كتوصلوا بها، والدعم ديالكم بلايك.